تخيل معايا يا عزيزي إن في مدينة كانت تعتبر عاصمة العالم، مدينة فيها الملايين من الكتب وأعظم العلماء، ولكن بسبب جيش لا يعرف الرحمة تتدمر المدينة ديت وشوارعها تكون مليانة بالدماء والكتب تكون مرمية في الأنهار. وقيل في روايات إن الأنهار كان لونها أسود من الحبر بسبب راجل واحد وهو هولاكو خان حفيد الأسطورة جنكيز خان. فما هو الأسطورة هولاكو خان وإيه قصته، وهل هو قائد عظيم ولا سفاح متمرد؟ في عام 1217 اتولد الأسطورة هولاكو خان. اتولد في عيلة ما تعرفش غير الحرب وعيلة لا تعرف الرحمة، من هم صغيرين وهم بيتمرنوا على الرمال وعلى ركوب الخيل. عيلة أهم حاجة عندهم القوة. المغول إن كان الولد يكبر ويشد حيله يقول له يلا ارفع السلاح وروح حارب. وبعد وفاة جنكيز خان انقسمت الإمبراطورية للأبناء والأحفاد، ولكن كان الحلم يطاردهم جميعا وهو امتلاك العالم. وفي منتصف القرن الثالث عشر أصدر المغولي الأفضل لهولاكو الحكم، وكانت المهمة واضحة: اذهب إلى الغرب، وأي حد يرفض يكون تبع المغول قول عليه يا رحمن يا رحيم. وفعلا هولاكو ما كدبش خبر وعمل واحدة من أكبر وأضخم الجيوش اللي ممكن تشوفها في التاريخ. عمل ملحمة حرفيا وجمع آلاف الملايين في جيشه وبدأ في التوسع المغولي. وكان أي حد من المدن يسمع سيرة المغول كان يترعب حرفيا، لأن أي حد كان يرفض الاستسلام قدام الكاهن المغولي هولاكو كان يمحيه من الخريطة. هولاكو كان باين عليه من الأول ومخطط على عاصمة العالم بغداد، ولكن كان في منافس في النص كده رخم شوية، هم جماعة الحشاشين اللي المفروض تقول لي اعمل لي قصة عنهم علشان دول حكايتهم كبيرة قوي. الجماعة دولت هم اللي كانوا يمتلكون قلاعا منيعا في الجبال وكانوا رخمين وبتوع حرب، ولكن أمام المغول والقائد هولاكو تنتهي نفوذ الحشاشين تقريبا بسبب هولاكو. مرعب. هولاكو كل معركة ياخدها يتوسع أكتر ومفيش معركة بيخسر فيها. والآن الطريق إلى بغداد، هل البغداد هيعدوهم كده بسهولة ويستسلموا أم هيعافرون معه؟ وحصلت المعركة اللي عمر ما هينساها أي بغدادي. وبعت هولاكو للخليفة المعتصم بالله وبيقول له استسلم أحسن لك، وديك انت شايف اللي بيحصل في البلاد اللي بتقف قصادي والمغول وبتاع وانا والحديد التانى، واستسلم بقى أحسن لك علشان لو خايف على أهل منطقتك. ولكن المعتصم بالله رفض وقال إن مكانة بغداد في المجتمع تحميها من أي حد حتى لو كانوا المغول. ولكن اللي حصل عكس كده تماما. أول ما جاله الرد قال له استلقى بقى وعدك، ويجمع هولاكو الجيش ويروح على أسوار بغداد بالآلات الحديثة الحربية. وفعلا يا عزيزي يقدر يدخل بغداد، ولما دخل بغداد عينك ما تشوف إلا النور. ملايين من أهل بغداد يموتوا في شوارعهم وهدم البيوت بقى. وهولاكو دمر القصور والمساجد والمكاتب. وفي واحدة من أشهر الروايات في بغداد بيت الحكمة بتقول إن النهر كان أسود من الحبر اللي كان مرمي فيه الكتب. لحظة عمر ما هينساها شعب بغداد. هولاكو بعد ما سيطر على بغداد ما اكتفاش وقال لك أنا لسه عايز أوسع لحد ما احتل العالم. وفعلا راح إلى بلاد الشام واحتل دمشق وحلب والكثير من بلاد الشام. وفي عام 1260 تحصل المعركة اللي غيرت التاريخ. سيف الدين قطز والظاهر بيبرس يحاربوا هولاكو والمغول في واحدة غيرت التاريخ بفوز المماليك انتصارهم على هولاكو والمغول. ودي كانت أول معركة هولاكو يخسرها. في لحظة اكتشفنا فيها إن مفيش حاجة اسمها انتصار بس، ومفيش قائد لا يهزم. وهنا كانت هزيمة هولاكو.
ودي كانت معركة عين جالوت، أكيد سمعت عنها في التاريخ أكيد يعني. وهنا يا عزيزي يجي سنة 1265 ويتوفى هولاكو في لحظة برضو انصدم فيها العالم كله. حتى بعد ما توفى لسه اسمه مرتبط بسقوط بغداد. ولو وصلت لحد هنا من الفيديو يا عزيزي فما تنساش تصلي على النبي وتوحد الله في سرك وتشترك في القناة بقى، عايزين نوصل 200. مش هينفع، انا ما بنزلش علشان انت مش بتشترك في القناة. اشترك في القناة وفعل زر الجرس وقول لي عايز نعمل لك ايه الفيديوهات الجاية. تفاعل معايا، خد ودي بشكل ودي وكده يعني يا عزيزي. وقول لي عامل ايه في الاجازة، مفخد ولا عامل ايه. و سلام عليكم.